الدنيا كتلاقينا مع أصناف من الناس. كاين اللي تلاقى مع ناس يسواو ذهب ولكن ما عرفوش بالقيمة ديالهم. القصة ديال اليوم عبرة لأي واحد ما كيقدرش قيمة الشخص اللي معاه. كتقول صاحبة القصة: أنا حنان، كنت بنت زوينة وديما مهلية في راسي. كنا كنعيشو أنا والوالدين ديالي والأخت ديالي في واحد الحومة. كانت العلاقة ديالنا مع الجيران علاقة وطيدة بزاف، كنا بحال عائلة وحدة. جيراننا كان عندهم ولدهم تقريبا في نفس العمر ديالي. تربينا بجوج، ومن نهار حليت عيني ديما كنلقاه قدامي. كنا كنلعبوا بجوج من الصغر، كنخرجوا انا وياه، واي مناسبه كنمشيو ليها بجوج. حتى لقيت راسي متعلقه بيه بزاف، ما كنعرفش شي حاجه في الدنيا من غير ولد جيراننا. اذا ما كانش هو في اي مناسبه ولا اي خرجه ما كنحضرش ليها. المهم كبرنا بجوج وولينا شباب، وحتى هو كان متعلق بيا بزاف ولا كيبغيني. كان ناوي نكملو انا وياه حياتنا بجوج. واحد النهار غيوقع واحد الخلاف بين العائله ديالي والعائله ديالو. هاد الخلاف غتنتج عليه عداوه كبيره بزاف، وغتقطع العلاقه ديال العائلات بجوج. هنا مشيت نحماق، حيت ماشي لمصلحتنا هاد الخلافات والعداوه. وما نقدرش نتخيل راسي بلا ولد جيراننا، حيت بالنسبه ليا هو حياتي وهو المستقبل ديالي. درت اللي في جهدي باش ترجع العلاقه كيف كانت، كاع الحيل جربتهم، وفعلا شويه بشويه حتى وقع الصلح. ولكن جارتنا باقي فيها الضغينة في قلبها وباقي حاقدة. والجيراننا تيسرت ليه الأمور وخدم خدمة مزيانة، وهنا قرر باش يتزوج بيا. ولكن أمو حلفات بحلوفها أنا اللي ما ندخلش عليها مرة. القرار ديالها كان قاسي بالنسبة لينا حنا بجوج. بكيت وتشويت وتحرق ليا قلبي، وحتى واحد ما حس بيا. هو مرة كيحاول يفتح الموضوع مع أمه، لعل وعسى تغير الرأي ديالها، ولكن بلا فايدة، هي مصرة على القرار ديالها. هو تعصب وقرر باش يخوي المدينة، وبقيت أنا بوحدي كي اليتيمة. ما بقيت نعرف ندير حتى حاجة، والدنيا ظلامت في وجهي. الإنسان اللي حليت عليه عيني بين ليلة ونهار كنلقى راسي بوحدي وبلا بيه. كي غندير نتساه؟ والجيراننا فاش خوا المدينة تعرف على شي بنت، والمدة اللي تعرفوا فيها حملات منه، وهو باش يفك المشكل خاصو يتزوج بها. جا الخبر فوق راسي بحال الصاعقة، خصوصا انه كنسمع وكنشوف العرس ديالو كان كل نهار كيدوز عندي بحال الجحيم، وحياتي ما بقات ساويه بالنسبه ليا والو. واحد المده غتمرض الام ديالي وغنديوها للسبيطار باش تعالج، وبقيت انا اللي غنقابلها حتى تولي بخير. البلوك اللي نعسات فيه الام ديالي كاين فيه واحد السيده كيجي عندها ولدها. شافني عجبته وجا هضر معايا. كنا مره كنهبطوا انا وياه القهوه لتحت، كنشربوا شي حاجه وكنبقاو نهضروا. في واحد المره هو يقول لي بلي انا كنعجبو بزاف وبلي ولا كيبغيني وناويني المعقول. انا قبلت بلا ما نفكر، واخا قلبي باقي معلق بولد جيراننا. تزوجت بهذا السيد. فاش تزوجنا انا وياه كان كل شيء مزيان، هو كان ظريف بزاف والتعامل ديالو زوين. ولدت معاه جوج ولاد. واحد العيد مشينا لعند العائله ديالي نديرو صله الرحيم ونحيو التقاليد. ايوا هنا غنتلاقى بولد جيراننا. شفتو رجع ليا الماضي في رمشة عين، ونسيت راسي، نسيت انني مزوجه، نسيت حتى واش عندي الولاد. هو فاش شافني جا هضر معايا، فكرني بكاع داكشي اللي عشنا انا وياه. قال لي بلي تزوج غير بزز وبلي ما كانش كيبغيها. ايوا هنا غترجع العلاقه ديالنا انا وياه، وغنوليو نتواصلوا ديما ونبقاو نتلاقاو انا وياه. العلاقه بيناتنا تطورت بزاف، ولينا انا وياه ديما ملاقيين. راجلي نسيتو مره حيت كان دماغي كله عامر غير بولد جيراننا. كنت كنتسنى غير متى نشوفو ونتلاقاو انا وياه ونجلسو. راجلي هملتو همل داري كل مره خارجه. واخا هكاك ما كنتش كنخلي راجلي فين يشك فيا، حيت ديما مقاده البلان ديالي. واخا التصرفات ديالي والتعامل ديالي تبدل بزاف على كي كان قبل، حيت ما بقيتش كنحمل ندخل للدار، وليت مكرت غير نبقى خارجه. واحد المره غيسمعني كنهضر في التليفون باش نقادو بلان انا ولد جيراننا، ونخرجوا نتعشاو على برا ونفوجوا شويه. يوم هنا غيدخلوا الشك. فاش قال لي مع من كتهضري قلت لي بلي غير صاحبتي عارضه عليا، وزربت عليه بالهضره حتى تاق. ايوا فاش تقاديت وبغيت نخرج قال لي بلي هو عيان وبغاني نجلس معاه. انا جهلته وودت عليه وطبيعه الحال رفضت. قلت لي بلي ضروري نخرج وما نقدرش نخسر صاحبتي البلان. راجلي عيا معايا باش نجلس معاه، ولكن انا قصحت راسي وخرجت وخليته. مشيت تعشينا انا والجيراننا ونشطنا وضحكنا.
فاش تمينا راجعين وقعت لينا انا وياه كسيده وتقلبات بينا الطوموبيل، هزونا للسبيطار ما عاقلين على والو. فاش فقت لقيت كل شي حدايا، عائلتي وراجلي. طبيعة الحال راجل عرف كل شي شنو طاري وعارف القصة كلها، واخا هكاك ما قال والو قدام عائلتي، ووقف معايا حتى بريت وخرجت من السبيطار. راجلي من بعد هذيك الحادثة تبدلات التصرفات ديالو بمرة، ما بقاش كيعاملني كيف كان. كنت كنحس بواحد التأنيب الضمير خايب، وتفكرت كاع الحوايج الزوينة اللي كان تيدير معايا، كيفاش كان شاد ليا الخاطر وكيفاش كان ما مخصصني من حتى خير. وحاولت نتصالح معاه ولكن بلا حتى فايدة. صافي قلت نمشي لدارنا حتى يبرد شوية ونهضروا. واحد الصباح حتى كنتفاجئ باللي رافع عليا دعوة الطلاق. هنا اكتشفت باللي ما كاين حتى حاجة ما تصلح. حتى ولد جيراننا قلب عليا وجهه ومشى لمدينة بعيدة. ورجعت خاوية الوفاض وبقيت بوحدي انا والخيبات ديالي. دلوم راسي على كل شيء، ولكن للاسف ما بقى ما يتصلح.